طليقة ممثل مشهور هتتجوز طليق ممثلة مشهورة. ايه القصة؟ تعالوا. من الصبح ومن كذا يوم ومن كذا ساعة ومن كذا ليلة عمالين نسمع كلام كتير جدا عن مرات فنان مشهور جدا او طليقته لسه منفصلة عنها كده من قريب، اعلن انفصاله عنها وقال ان هم منفصلين بقالهم 6 شهور ومتطلقين رسمي بقالهم شهرين. اتقال ان هي على علاقة بممثل طليق ممثلة مشهورة، كان برضو متجوزها وحصل ما بينهم مشاكل وانفصلوا في هدوء. فايه بقى القصة؟ تعالوا اقول لكم. القصة ان في فنان احنا بنحبه طلع من فترة واتكلم بطريقة غير لائقة على ام ولاده، وبعد كده طلع وقال دي اختي هي اللي كتبت، وانا ما ينفعش ان انا اتكلم على عشرة عمري اللي بقالنا 26 سنة متجوزين بالطريقة دي، وان دي اختي هي اللي ماسكة الحسابات بتاعتي وبلا بلا 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 بلا. واحنا هاجمناه، انا واحدة من الناس اللي هاجمته. فجأة طلع النهاردة الصبح الناس كلها صحيت بقى على اخبار كل موقع بيتصارع مع التاني ان هو اللي انفرد بالمصدر الخاص اللي قاله ان فلانة اخر الشهر ده هتكون متجوزة فلان، ان فلانة طليقة الفنان المشهور كبير جدا 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 هتكون متجوزة طليق الفنانة المشهورة جدا جدا جدا. فايه بقى، انا ولا هقول مين الفنان ولا مين مراته ولا مين الفنان التاني اللي كان طليق فنانة تالتة، يعني مش هقول الحوارات دي لان انا مش هدخل في حاجة زي كده طول ما انا مش متأكدة، او حتى لو اتأكدت انا مالي. تمام. بس يعني انا اتمنى ان الناس تهدى شوية. انا مش هضحك عليكم، هو انا متضامنة مع الفنان، اوكي، تضامنت معاه بعد ما سمعت الاخبار دي، بس بلاش كل حد بقى يطلع ينظر على الاقل على السوشيال ميديا. يعني على الاقل على السوشيال ميديا ما ننظرش ما بيننا وما بين بعض ونقول راينا ونعمل 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 اللي هو قشطه قعدة مصاطب يعني من الاخر. لكن على السوشيال ميديا ولاد الفنان والاستاذه هيشوفوا الكلام، ومهما كان الناس دي عندها مشاعر، ومهما كان الفنان عنده مشاعر، ومهما كان حتى طليقته عندها مشاعر، واحنا مش عارفين الحياة فين. فلو ده كان حقيقة فخلينا ايه نسيبهم لربنا، وملناش دعوة، يعني دي حياتهم هم، وفي الاخر ضاع الخلق للخلق.